اللي في كينج ماريوت، ويعني كان كفيل ان هو يعمل لي يعني غسيل مخ، بس ما نسيبش طبعا الناس ديت. والحمد لله رب العالمين اني فوجئت بان راهب هناك قد اسلم ايضا، ولعلي ذكرته في الكتاب. وان شاء الله نلتقي على خير، وانا مستمع ان شاء الله لبقية حديثكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعزك يا دكتور وديع. لا بص يا دكتور وديع، عشان أكون صادق مع حضرتك يعني، وأنا مش هعمل مع حضرتك اللي بعمله مع الضيوف اللي بيقولوا احنا مستمعين. يعني مش هقعد أسرسب حضرتك في الأسئلة. وجودك معانا في الغرفة ما ينفعش إن نسيب حضرتك تقول مستمع، واخد بال حضرتك؟ فاعذرني يعني كلمة مستمع دي مش هسيبها يعني. بص انا هقول لحضرتك على حاجة، ممكن نتكلم في خطوط عريضة. يعني حال حضرتك قبل الاسلام، ويعني في اختصارات يعني 3 مراحل: قبل الاسلام، والفترة اللي بحثت فيها، والفترة اللي حضرتك بعد ما اسلمت نظرتك للامور اتغيرت ازاي، وايه اللي حضرتك حبيت تعمله في مقابل التعويض، لو قلنا يعني ان هو معنى كلمة تعويض عن الفترة اللي كنت فيها شماس وبتدعو للرب يسوع يعني. فمعلش اعذرني، وده مش طلب لوحدي، لو حضرتك تشوف الخاص اللي عندي انت نفسك هتعذرني. فايه رأي حضرتك؟ انا ما حبيتش ان انا اجعلها بشكل اسئله واجوبه، لا، انا ده مطلبي كخطوط عريضه، وحضرتك ليك الحريه تبدا منين. اتفضل مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله انت يعني عمقت السؤال قوي، يعني كترت الاسئله. الموضوع كبير يا شيخ. الحمد لله رب العالمين. يعني قبل ما نفكر في الإسلام، كان الإسلام بيلاحقنا. لا تظن ان في واحد يعني الإسلام لا يلاحقه. يعني ان كل المسيحيين بيفكروا في الإسلام، عشان تبقى عارف، بيفكروا بصورة او اخرى. حتى اللي بيعادي المسلمين برضه بيبقى جواه هو عارف ان الإسلام صح، بس فيه بيتمسك بالدنيا وفيه بيتمسك بالآخرة. ومن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. فسبحان الله، يعني قبل التفكير في الإسلام كان قدامي برضو أن كل شيء بيدعو لله وحده لا شريك له. حتى نداء المساجد الله أكبر، كأنه فعلا إن الله أكبر من المسيح. هذا هو التفسير الوحيد اللي كانوا قساوسة بيقولوا أن نداء الله أكبر معناه أن الله أكبر من المسيح. فكان يعني شوف غصب عننا في الكنيسة برضو يتكلموا على الإسلام. لكن بداية البحث الأكيد اللي هو يعني إيه بعد وفاة والدي، لما شفت الإنجيل المحرف اللي أنا راسم منزل صورته على موقعي، وشفت الصفحة الكبيرة اللي بتعترف بالتحريف، ولقيت إنجيل تاني صدر في نفس الوقت بعد وفاة والدي اللي هو كتاب الحياة، وفي صفحة بتبين برضو حدوث التحريف، يعني بجراءة ووقاحة يعني. فابتديت البحث في الوقت ده فين الحق. يعني الأول هل الإنجيل ده صح ولا لا، وبعدين هل التوراة صح ولا لا، وبعدين ابتديت أبحث في المصحف. والحمد لله ربنا هداني، ويعني رأيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رؤية في وضح النهار يعني، ورأيته يشير إلى المصحف ويبتعد عني، في يعني علامة ان هو يعني في قلب ان هو ده سيدنا محمد اللي بيشير للمصحف. وان بعد الاسلام يعني حاولت بكل الطرق ان انا اطلع العلم اللي انا اعلمه يعني باي طريقه، والى الان يعني ايه التوفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن الحاجه الوحيده اللي ربنا وفقني فيها اللي هو الموقع، وان شاء الله البلتوك نستمر عليه إن أذن الله لنا. وحاولت أكتب وما زلت بكتب كل يوم، يعني لحد دلوقتي أنا بكتب
ولكن منتظر فرصة للنشر. الكتاب الوحيد اللي طلع عليه اسمه 93 من البشرات بختام الرسالات من الإنجيل والتوراة وكتب النبوات. وهذا يعني 93 ده مع الرأفة يا شيخ، يعني هم يعدوا 150 بشارة. فاتنشر يعني جزاه الله خيرا الناشر الشيخ مصطفى صاحب دار الخلفاء اللي في جوار مسجد الخلفاء في ابو سليمان، هو الوحيد اللي وافق على النشر، جزاه الله خيرا. ولكن يعني الكتاب ما خدش حقه من اي دعاية او اي يعني كده، وكان في خوف كده من نشره. يعني طبعا هم عندهم حق بعض الاخوة يعني اللي هم بيعملوا في الدعوة انهم بيخافوا برضو احيانا ان شاء الله. فان شاء الله احاول يعني الكتاب ده ان قدرت الاقي له دار تانية تنشره مثلا مع الشيخ مصطفى، او احاول اتوسع فيه وازود البشارات. وفي مواضيع تانية كتيرة ان شاء الله انا نفسي انشرها، ان هي يعني العلم اللي عندي يعني ما يتكتمش. يعني المعلومات اللي انا كاتب على الموقع اكتر من 200 موضوع، 150 منهم حوالي 150 منهم بتوعي، في كل دول ممكن يتعملوا كتب، بس ان شاء الله كل شيء بأمر الله. فاتعشم برضو ان انا اكون رديت ان شاء الله، وانا الاسلام هو تاج رأسي ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وانا مستمع معكم لمدة ربع ساعة، واعود اليكم ان شاء الله ان كان في اسئلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعزك يا دكتور وديع. طيب بما ان حضرتك معانا الربع ساعة دي، حاضر يا اخونا معاذ. انا مش يعني هعتبر ان انا سمعت ان حضرتك اول مرة كنت تكون في البلتوك امس، فبالتالي يعني ان شاء الله حضرتك تتواجد معانا كثيرا في البلتوك، وباذن الله يكون لحضرتك غرفة او حضرتك ضيف على كل الغرف يعني. طيب انا عايز استفيد من الربع ساعة دي في حاجة. طبعا حوارات المسيحيين والاشياء ديت مش مجالها دلوقتي، لان يعني يمكن كلنا بنتعامل معاهم فيها. انما الجزء اللي عايز اسأل عليه هو الجزء الخفي، الجزء الخفي اللي بالنسبة لنا احنا لا نعلمه عن الكنيسة، الجزء الخفي اللي احنا كمسلمين لا نعلمه عن الكنيسة، او بمعنى اصح بيكون في كذا وجهة نظر. لكن اعتقد ان بما ان حضرتك من الكنيسة نفسها او كنت بداخل الكنيسة بتتعامل مع فكرة الناس اللي بتسلم بأي منطق، درجات التعامل، يعني درجات التعامل من القبول للرفض والتكذيب لمحاولة استرجاعهم باللين، محاولة استرجاعهم بالقوة، الحاجات دي كلها، التدرجات دي لو حضرتك تحب تكلمنا عنها تقول واقع الكنيسة الداخلي لقبول عمليات إسلام بعض المسيحيين. اتفضل مع حضرتك المايك. السلام عليكم. ان شاء الله انا كنت معتذر ربع ساعة، بس الامر اتفهم غلط. فانا قاعد معاكم يعني ان شاء الله، بس كنت هعتذر ربع ساعة عشان ادي فرصة للاخوة. الكنيسة من جوه يعني هي عبارة عن يعني مستعمرة يملكها القسيس، يعني ما حدش له سلطان جوه الكنيسة غير القسيس، اخد بالك، وهي بتخضع فيه لسلطة الدنيا والآخرة. يعني يظن ان القسيس يتحكم في الدنيا والآخرة. والعالم الداخلي بتاعها هو عالم منقسم على ذاته، يعني بحيث ان لو في القسيس في الكنيسة قسيسين او 3، فالشعب منقسم بينهم، وكل واحد مستأثر بمجموعة وهكذا، عشان برضو الفلوس اللي بتيجي منهم، وعشان البنات، وعشان ما إلى ذلك يعني. فالأمر يعني هناك يعني تقول إن هو دنيا، يعني أقول لك فاسدة، دنيا فاسدة. يعني أنا فاكر إن أنا كنا يعني بننتقدهم في هذا طبعا داخليا، فيحاولوا يلهوا الناس في حاجات يعني حاجات وهمية شوية، اللي هي عداوة الإسلام واضطهاد المسلمين للكنيسة ومش عارف إيه يعني، فبحيث يلهوا الشباب في هذه الأفكار عشان هم يتفرغوا يعني. وأحكي حكاية ظريفة كانت أمي حكيتها لنا زمان يعني، وكانت زعلانة منها، بس احنا قعدنا نضحك عليها.
ان راحت واحدة غلبانة للقسيس وبتقول له يا ابونا هات قرشين ولا هات حاجة يعني لله. قال لها اسمعي، احنا اسمنا اب هات مش اب خد. فطبعا الام زعلانه جدا، بس احنا هنضحك على النكته بتاعته، وفعلا ما ادهاش حاجه يعني. ففعلا هم عايشين على هذا المنطق، ان هم يتمتعوا. طبعا بيشرب خمر يوميا يعني، مش ما هياش حاجه يعني سر يعني. وفي بعض الامور ما اعرفش احكيها يعني، برضو لعل تكون في بنات معانا